انا عملت اعلان بس ما بعتش، ليه؟ لانك ما تعرفش الفانل. الفانل هي مرحله العميل في الويب سايت بتاعك او في الصفحه بتاعتك او في البيزنس بتاعك او في المحل بتاعك او في شركتك. ده كله اسمه الفانل او هي مرحله العميل. طب بيبقى بتتقسم لكام جزء؟ بتتقسم لثلاث مراحل. اولهم حاجه اسمها توب اوف فانل اللي هي الوعي، اللي هي الاويرنس، ان العميل بيخش بيعرف انت مين. اولا العميل لا بيكون عنده نيه للشراء ولا يعرف انت مين ولا بتاع، انت بتظهر له كده. الوعي بالعلامه التجاريه بتخلي العميل مشتاق ان هو يعرف انت مين. هو عنده مشكله فانت وجد حل المشكله دي. ادواتك ايه يا معلم في مرحله الوعي دي؟ هي الاداه الاشهر، انك بتقدم حاجه توعويه او بتقدم حاجه تعليميه او بتقدم حاجه بتعرف نفسك للناس. ده كله حاجه اسمها بول استراتيجي. او ممكن تستخدم ادز مثلا وتستخدم فيه الاسئله والاجوبه، وانك انت عندك حل المشكله بتاعته، فبناء عليه الراجل هيجي يتابعك. المستوى الثاني اللي هو ميدل اوف فانل، التحفيز العقلي اللي هو الكونسيدريشن. انا عايز احفز عقل العميل ان هو يشتري مني، فببدا اقدم له حلول، ببدا اقدم له الاوفر، ببدا اقدم له النظره او السكار سيتي. انا عايز اقدم له حاجات فعلا مش موجوده. فبناء على كده العميل بيبدا يقارن بيني وبين الناس الثانيه، هل انا الافضل ولا هم الافضل؟ هل انا العرض بتاعي الافضل ولا هم الافضل؟ اسعاري، كواليتي، كل ده. هل انا بقدم القيمه مقابل السعر ولا بقدم سعر بس كاقل سعر؟ يعني مش شرط دايما ان السعر هو اللي يبيع، ممكن القيمه هي اللي تبيع. زي مثلا ابل انت لما بتشيلها مثلا بتحس انك طبقه وخلاص بتعلى الطبقه الثانيه اللي هي فوق. فكل حاجه بترمز لقيمتها. انت شايف ان القيمه في ابل، تمام؟ فخلي العميل يحس بقيمه المنتج اللي انت بتقدمه اكتر من السعر، لان السعر غير مفيد بالنسبه للعميل وبالنسبه لطبقات كتير. انا مثلا مش هاجي اروح للاي كلاس اقول له مثلا يا اي كلاس تعالى اشتري موبايل ب 50 جنيه ولا ب 200 جنيه ولا ب 2000 جنيه، هيقول لك ايه ده يا عم تقريبا. طب لما اقول له ب 100000 جنيه، ايه ده ابل واو. ادواتك بقى اللي تستخدمها هنا هي الكيس ستاديز، زي ريتارجتنج ادز. والاداه الثالثه ايميل نارترينج. الاداه الرابعه اللاند بيج مثلا او الصفحه بتاعتك. الهدف منها ان هي تبني الثقه بينك وبين العميل عشان العميل يقدر يقرر انه يشتري منك. فانت خلي بالك ان الثقه هي اساس كل شيء. حاول قدر الامكان ابني الثقه بينك وبين العميل. الجزء الثالث او المرحله الثالثه اللي هي اسمها بوتن اوف فانل، اللي هو اتخاذ قرار اخير للشراء. العميل بيبقى على وشك الشراء، بس لازم يبقى فيه كول تو اكشن كويس او قوي، في سكار سيتي انك تحسسه بالنظر عشان يقدر يشتري، تعمل اوفر كويس عشان يقدر يشتري. الهدف انك تعلق الصفقه وتحول الزر لفلوس. بس دي باختصار الفانل: توب اوف فانل، ميدل اوف فانل، بوتوم اوف فانل. ثلاث مراحل رئيسيه لازم تفهمهم كويس عشان تقدر تبيع اي منتج لاي حد في اي وقت، وتقدر تسيطر على عقل العميل في اي مكان وفي اي وقت. انتظروا كورس طاهر عبد الله قريبا ان شاء الله. السلام عليكم.